في الغالب انت مش عارفني، انا عارف ان انت في الغالب اول مرة تشوف الفيديو ده. بما انك مش عارفني، انا اسمي ايليا. الفيديو ده غير مفيد بالمرة، مش هتطلع منه بحكمة لو انت متخيل ان هو هيكون زي فيديو اللي هو ما تتفرجش على الفيديو ده وقصة ما اعرفش مالهاش لازمة. بحب الفيديو دي بس ده ملوش دعوة، ده فيديو ملوش لازمة بجد. انا بعمله ليه؟ بعمله بس عشان التاريخ، اللي هو بس كان في بني ادم هنا عمل كذا وفشل فيه، بس بعمله يعني يمكن مش يوميات بالمعنى الحرفي، ولكن حاجة شبيهة بكده، حاجة شبيهة اللي هو يوميات مع نفسي، بس انا بحب اصيرها بدون اي هدف. فهنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن ازاي انا اترفضت في 43 منحة. 43 منحة قدمت عليهم واترفضت. المهم ان انا جبت زرعة، انا يوتيوبر دلوقتي بيعملوا كده يوتيوب طرش. اول منحة قدمت عليها، انا عموما انا عامل ليست بيهم عشان ده احسه رقم قياسي. انا مش عارف حتى هل المفروض ان انا اشوف مثلا في ارقام قياسية للرفض ولا ايه. الموضوع بائس جدا. اول منحة رفضت فيها كانت منحة يس، اللي هي بتاعت AFS Egypt. AFS Egypt دي بتبقى معظم الوقت بتبقى منح للاطفال الصغننين. وانا وقتها كنت طفل صغنن، وانا دلوقتي مش كبير قوي بس مش طفل I guess. فبس يعني المفروض ان انا قدمت المنحة دي. المنحة دي كانت عبارة عن ان انا تروح سنة تعيش في امريكا، وتقعد سنة في ثانوي. يعني انت هتدرس سنة ثانوي في امريكا وعايش مع عيلة امريكية. هي كانت exchange program، اللي هو يعني تبادل ثقافي، وانا اعرف عن ثقافتك وانت تعرف عن ثقافتي وكلام كده جميل. فالمهم عادي خالص، انا قدمت والدنيا كانت لطيفة عادي جدا. قدمت عملت ابلكيشن، كان ابلكيشن متواضع جدا. كنت وقتها مش فاكر، تالتة اعدادي تقريبا، تالتة اعدادي تانية اعدادي، عدى وقت كتير. هو اوكي. فبس عملت ابلكيشن صغنن ان انا بعمل فيديوهات يوتيوب ومعرفش مين، وبحب التكنولوجيا. المهم الابلكيشن عدى اول مرحله، وبعتوا لنا اللي هو يلا تعالوا اعملوا انترفيو. وقتها طبعا لازم باباك ومامتك يكونوا معاك. فانا رحت والدنيا كانت لطيفه يعني، بس انا ما كنتش مناسب وقتها خالص. كنتش مناسب بمعنى ايه؟ ما كنتش مناسب بمعنى ان خلينا واقعيين. انا لو كنت سافرت في هذا الوقت انا كان زماني مش فاهم اي حاجه. ليه؟ لان انا كنت قاعد مع نفسي تماما. انا كنت بحب التكنولوجيا ومعرفش مين، بس انا ما كنتش بتعامل مع ناس كتير. يعني مش الولد اللي قاعد في بيته دايما قدام الكمبيوتر ما بيتعاملش مع الناس. لا، مش ده، مش لهذه الدرجه. بس كنت بتعامل مع صحابي، بس كل الكلام اللي بتكلم عليه هو التليفونات ومعرفش مين. حتى مع صحابي اللي مش مهتمين، او مش حوار مش مهتمين، حتى مع صحابي كان عندي شغف لده قوي لدرجه ان انا نسيت ان هو بنعمل حاجات تانية عادي. الاطفال يعني بيلعبوا يا اسطى، بيعملوا حاجات تانية. فبس رحت عملت الانترفيو ده. كان عادي، الانترفيو عادي خالص، ولكن كان باين ان ايليا ما بيتكلمش عن اي حاجه غير تكنولوجيا. فاحنا احتمال نوديه امريكا هيفضل قاعد قدام الكمبيوتر. فاهم؟ فبس دي كانت حاجه. الكلام ده كان في 2018 تقريبا، او مش فاكر 2017 ولا 2018، بس كان حاجه كده. رحت اترفضت في الانترفيو عادي خالص، مفيش اي مشاكل. بعد كده ده كان اول رفض ليا عموما، وكان بس بعد كده قدمت على منحة تانية. المنحة التانية كانت اسمها حاجة الاختصار بتاعه بي بي حاجة كده. كان منحة شهر الستم اللي هو للتكنولوجيا اكتر ومعرفش مين. بتروح شهر، مش فاكر، كان 4 دول: الهند والبرازيل وامريكا ومصر تقريبا، او مش عارف. كان في بروجرام لكل بلد. لو كنت رحت امريكا كنت الشهر ده معرفش بتقضيه ان انت بتروح ناسا ومعرفش بتتعلم حاجات ومعرفش مين. البرازيل معرفش برضو بتعمل ايه، والهند عكا كده كتير. المهم ان انا قدمت والبروسيس كانت كويسه. كان في مقالات كده صغننه عملتها،
واظن وقتها الدنيا كانت ماشيه كويس، ولكن ايه اللي جه وقتها؟ كورونا، فلغوا المنحه اساسا. دي كانت فما عنديش ادنى فكره هل ده يعتبر رفض ولا مش رفض. اشرب ميه، بملى الميه في ازايز بيبسي عشان مكسل. انا عايز اتاكد بس من حاجه، انا مش بعمل الفيديو ده عشان مثلا تحس بشفقه عليا او ايا كان، لا خالص. انا مبسوط جدا باللي انا فيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واتعلمت كميه حاجات مرعبه خلال الرحله الطويله الغريبه المريبه دي. فانا مش عامل الفيديو ده عشان تحس بتعطف عليا، لا دونت خالص بجد. فده بس حاجه بسيطه حبيت ان انا اقولها في النص. فانا بس بحكي قصه لان انا حاسس ان انا عايز احكي قصه. إيه بحكيها ليه؟ انا ما اعرفش بحكيها ليه، انا فعلا ما اعرفش، ولكن بس حابب ان القصه دي تكون موجوده كذكرى ليا، مش عارف موجوده. فكرة بس ان في حاجه ليا موجوده، الله اعلم هعمل بيها ايه، مش عارف. فحبيت بس ان ابين الحته دي قوي. فدي كانت تاني منحه. اول واحده كانت يس، بعد كده كان BP، بعد كده معانا يس تاني. قدمت على يس تاني بس لما كنت كبرت، يعني كبرت كان عدى مع تقريبا سنه ونص حاجه كده مش فاكر، وقررت ان انا اقدم تاني. ووقتها الدنيا كانت كنت راسي كده، الدنيا يعني كنت راسي شويه، انا عارف انا بعمل ايه. بقيت اتعامل اكتر مع الناس، يعني لسه شغوف جدا بالتكنولوجيا وما اعرفش مين، ولكن في نفس الوقت قادر ان انا افرق. وده يعني كنت اكبر شويه، اولى ثانوي ايا كان يعني. فوقتها الدنيا كانت مرتبه كده وكان شكلي مرتب، وكنت رايح كده يعني عملت نفس الابلكيشن، ما اعرفش بعمل كذا كذا كذا، عديت اللي هو قشطه تمام تعالى اعمل انترفيو. الانترفيو كان كويس جدا، جدا، ولكن لازم دايما يبقى فيه ولكن وقتها كان الانترفيو مع بابا وماما، والانترفيورز كانوا مستفزين الصراحه، كانوا مستفزين جدا، مستفزين بحته ايه، انت رايح مع ثقافات مختلفه، قشطه مفيش مشاكل. بابا مش حد مثلا اللي هو لا مفيش سفر لا، بابا مش كده. بابا كان شخص بيسافر بره عشان شغل وما اعرفش مين، وبيتعامل مع ثقافات مختلفه كتير قوي فقشطه. ولكن اللي حصل في الانترفيو ان هو بدأ يحطوا سيناريوهات مستفزه. يعني مثلا اللي هو لو ايليا دلوقتي راح قعد مع عيله بوذيه في امريكا، فبابا اللي هو ماشي، هو فاهم طبعا ان هم بيعملوا كده عشان انترفيو، اللي هو ماشي. وحتى لو مش انترفيو عادي، في احترام للثقافات، انا بحترم ثقافتهم وهم بيحترموا ثقافتي، فبابا فاهم حاجه زي كده عادي خالص. فكان رد بروفيشنال جدا، مفيش اي مشاكل. انا شخصيا سافرت، يعني بابا اللي كان بيقول انا شخصيا سافرت وما اعرفش مين وقعدت مع ثقافات مختلفه ومفيش اي مشاكل، عادي خالص طول ما في احترام متبادل ما بين الاثنين وكده، ما ان كان العيله او انا او كده. يعني الدنيا راقيه كده، في رقي حلو. فالمهم السيناريو اللي بعده ايه؟ السيناريو اللي بعده من الانترفيورز كان اللي هو طب دلوقتي العيله اللي في امريكا عايزين يروح، يعني مش هينفع يسيبوا ليا في البيت وكل يوم حد بيروحوا المعبد يصلوا، فهو هيضطر يروح معاهم. ليه؟ يعني الفكره كلها اللي هو انا عارف وبابا عارف ان هم بيحاولوا بس يستفزوا عشان انترفيو، بس there are limits بجد، في limits اللي هو. فالمهم ان احنا دخل، يعني كان في اللي حصل من الاخر، يعني ان كان في نقاش كده غير ودي او ودي بس بشكل حاد شويه ما بين بابا والانترفيورز. فكان باين ان الايه بعد الانترفيو يقول لبابا لا انتوا كده انتوا قافلين عليه. انا مقفول عليا انا اوكي. ده كان سبب رفض غريب جدا، مريب جدا، ومستفز لان الانترفيو ده كان كويس جدا، انا كنت عامله حلو، كنت عامله بشكل حلو قوي، بس ما اعرفش يعني ايه الفكره ان جاي لي انترفيورز مستفزين. وعندي عموما صحابي راحوا المنحه دي، راحوا سنه قعدوا في امريكا، الدنيا كانت لطيفه، الدنيا بسيطه جدا. الليفل اكستريم ده مش موجود، ولو موجود تبقى مشكله عند المنحه نفسها اساسا. يعني في احترام متبادل ما بين الاثنين، مفيش حاجه اسمها تجبرني ان انا اجي معاك معبد ما اعرفش انتوا بتقولوا ايه الهبل ده. بس دي كانت منحه يس.
كان في بقى منحه كمان، المنحه دي الصراحه اتكروتت جامد قوي، وهي UWC United World Colleges. المنحه دي جامده قوي، المنحه دي كانت بجد حلوه قوي. المنحه دي كانت عباره عن ان انت تدرس تانية وتالتة ثانوي في بلد من معرفش كانوا كام بلد الصراحه، هم بلاد كتير قوي قوي قوي. في مدرسه في كل دوله من الدول دي، وكل مدرسه فيهم بيدرسوا فيها حاجه اسمها البكالوريا الدوليه. البكالوريا الدوليه دي اللي هو شهاده الIB، حاجه عامله زي الIG بس يعني مختلفه شويتين ثلاثه، نظام مختلف يعني، نظام من انظمه ثانويه العالمي شويه. فالبكالوريا الدوليه من UWC بجد هي من اعلى الشهادات عموما. وانا عرفت ده بعدين، هنجيلها. عرفت ده بعدين ان انا ببساطه شديده دخلت قدمت، وكان في حاجه اللي هو بتعمل معرفش 12 مقال ولا 50 مقال، مش فاكر كم مقال، بس عملت كميه مقالات في يوم واحد. مش عشان ازنق نفسي، لا، هو كان جزء من المنحه اللي هو وريني، هديك يوم 24 ساعه وريني هتعمل ايه، وريني. والدنيا كانت يعني في حاجات كتبتها حلو، في حاجات عكتها، بس هي كانت متكروته شويتين يعني للامانه. فانا فاكر ان انا عديت المرحله دي. بعد كده كان في مرحله تانية، بعد كده فطرت. المنحه دي كانت جامده قوي بجد، هتعرفوا ليه بس بعدين. بعد UWC بقى دخلت على حاجه يا ريتني ما دخلت عليها، وهي منح جامعات امريكا. وما بالك بمنح جامعات امريكا. امريكا هي بجد من اكتر الدول المنحه بتاعه الجامعه بتاعتها مش طبيعيه. مش بتكلم على ان هي حلوه ولا وحشه، انا بتكلم عن البروسيس نفسها. عبث، مش عبث اللي هو عشوائيه، لا مش كده، بس تفاصيل كتير قوي. والفكره ان انت كواحد، انا ثانويه عامه، كنت ثانويه عامه وقتها يعني، كنت ثانويه عامه عادي خالص، فبالتالي اجيب التفاصيل دي منين؟ يعني التفاصيل المعينه دي انا اعرفها منين؟ ايه المصدر اللي انا المفروض اروح له يقول لي المفروض تعمل كذا 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 كذا؟ ما عنديش ادنى فكره. انا فاكر وقتها جمعت شويه من صحابي لسه معايا، صحابي دولت، قررنا ان احنا هنسافر امريكا. احنا خلاص احنا هنقدم بعد ثانوي، احنا هنسافر امريكا. وتقديم ثانوي تقديم امريكا، جامعات امريكا ما كانش سهل، مش حاجه بعد اللي هو مثلا ثالثه ثانوي تخلص ثالثه ثانوي يلا بينا تعالى قدم وخلاص المنحه موجوده. لا، انت بتبدا تقديم من ثانيه ثانوي، من نص ثانيه ثانوي، لان انت عندك حاجه اسمها اكت والايلتس ومقالات بالعبيط كتير قوي 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 قوي، وبروسيس طويله قوي يعني. ببساطه شديده انا مش جاي اشرح طبعا التفاصيل، انا بقول لكم كمثال. ما بيعترفوش بالثانويه العامه بتاعت مصر طبيعي، ولكن يعني بياخدوها كده اللي هو ارقام بس. يعني حاول ان انت تاخد حاجه احنا نعرف نريليت ليها، اللي هو ايه في وقتها، اللي هو الاكت ده امتحان كده سيء بس يعني قشطه، كان علمني كتير الصراحه. الامتحان ده كان عباره عن ان انت بتاخد 75 سؤال انجلش في 45 دقيقه. الامتحان ده بتاخد كله في يوم واحد، 75 سؤال انجلش في 45 دقيقه، خلصته مفيش بريكات، بتخش على 60 سؤال ماث في 60 دقيقه. انت طبيعي يعني لو انت جيت تحسبها تحس ان يعني السؤال في دقيقه، ولكن ده مش الحقيقه بيكون ان انت اول 40 سؤال بيكونوا سهلين قوي، فانت بتعدي عليهم اللي هو تك 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 تك، وفي الغالب بتعمل غلطات عشان هم سهلين قوي، فانت بتعمل غلطات فيهم، وبتبقي وقت لاخر 20 سؤال سيئين. تبقى اسئله بجد غريبه بس مسليه، هي بتبقى مسليه بس مش مسليه ان هي تحدد انا هسافر ولا لا. يعني قشطه. المهم ان انت خلصت 60 سؤال ماث، ماشي، معاك ربع ساعه بريك، ربع ساعه تقريبا، كانت ربع ساعه و10 دقائق مش فاكر الصراحه. بعد كده بتخش على 40 سؤال ساينس في 35 دقيقه. يعني 40 سؤال ساينس، ما كانش ساينس بالمعنى الحرفي، كان عباره عن هو ساينس بس مقالات. لو انت بتاخد مقاله علميه لازم يبقى عندك الباك جراوند العلميه عشان تفهم المقاله دي. فهمت المقاله دي، فبالتالي هنديك عليها اسئله ترد عليها. تمام 35 دقيقه معاك 40 سؤال وسبع مقالات او 6 مقالات، بيكون على حسب الامتحان. واخر حاجه وهي الاسوأ وهي ريدنج ده بيجيب لك كده 4 قطع كده كبار، اولد انجلش، اللي هو الانجليش اللي انت مش تفهم منه حاجه. انا بفهم انجليش الحمد لله، ولكن الاولد انجلش ده انت عندك مثلا بيبقى من 70 ل 100 سطر، انت المفروض ان انت تخلصهم. انا نسيت اقول هم كام سؤال، 40 سؤال على 4 مقالات، يعني 10 اسئله على كل مقاله، معاك 35 دقيقه.
فانت المفروض انت تقرا المقاله بسرعه جدا، تحل الاسئله بسرعه جدا، وبعد كده تقوم يعني شوف اللي هتعرف تحله يعني. بس فانا ما كنتش عارف الكلام ده، او كنت فاكر ان هو بيتاخد مثلا في شهر او ما اعرفش مين كلام كده يعني. فانا من تانية ثانوي، انا كنت خلاص تانية ثانوي بدات اذاكر بدات اذاكر الاول كلابي كده، اللي هو قشطه امتحان يعني، اللي هو اكيد في الامتحان الحقيقي هعمل احسن من كده، لان انا كنت بتدرب على امتحانات قديمه وكلام كده وسنين فاتت، الموضوع كان كبير بجد. الامتحان ده كان كبير. الامتحان ده بعدين اكتشفت ان بتوع امريكان ده بيعتبر زي امتحان ثانويه امريكان، يعني اللي فهمت ان هو بيكون عندهم مواد كذا 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 كذا، والدنيا بتبقى لطيفه ظريفه. اسوأ حاجه بيعدوا عليها هو الاكت. فانا كنت ثانويه عامه ومع ذلك باخد اكت بتاع الامريكان اللي هو بتاع ثانوي امريكان، وانا مش امريكان، عشان اقدر اقدم على امريكا. فالمهم ان انا ذاكرت ما اعرفش مين. الامتحان ده كان من 36، الافريج بتاعه الناس كانت بتجيب مثلا من 20 ل 22، ده الافريج. بس انت عشان عايز منحه كامله فانت لازم تعدي 30، لازم تعدي 30 مثلا 30 31 32، على ان انت طالب منحه كامله، طالب ان الجامعه تدفع لك فلوس كلها. فطبيعي انا مش هدفع الفلوس كلها غير لما يكون الشخص اللي قدامي يستحق الفلوس كلها، منطق. فبالتالي ذاكرت والدنيا مشيت تمام. ما كانش تمام قوي، كان بجد انا ما كنتش بذاكر في ثانوي واعدادي، ما كنتش بذاكر، ما عنديش ادنى فكره ليه. كنت شايف ان هي سنين ملهاش لازمه، اتعلمت بعدين، ولكن كنت شايف ان هي سنين ملهاش اي سنين لازمه، فاللي هو هنجح. فما كنتش بركز قوي. اكتشفت ان في الاكت واقع مني البيسكس بتاعت كميه حاجات. انا في حاجات ذاكرتها بتاعت ابتدائي ما كنتش عارفها، فانا كنت بضطر ان انا اذاكرها من الاول. فالاكت ده حرفيا انا خلاني اعيد على الماث كله، واتحسنت بشكل مرعب بالماث، واتحسنت بشكل مرعب في الانجليش، وان انت تفهم حاجات بسيطه قوي انت ما كنتش مركز فيها قبل كده، الجرامر وما اعرفش منه تفاصيل معينه، والبنكتويشن ده كوكب لوحده، ان انت تعرف امتى تحط الفصله والجمله دي كامله ولا لا، وما اعرفش كلام كده كتير. انا عمري ما ركزت معاه يعني، اللي هو برو ابوستروف اس فانت يعني حاجات كده. فبالتالي انت دلوقتي خلصت او ما خلصتش، انت لسه ما دخلتش اصلا. فالمهم ان انا ذاكرت الاكت في الاجازه وفي الدراسه وما اعرفش مين وكلام كده كتير. دخلت الامتحان بتاع شهر 7 اللي هو كان قبل ثانويه عامه بالظبط، ولا كان في ثانويه عامه؟ لا كان قبل ثانويه عامه. ثانويه عامه بتبدا شهر 9 تقريبا، فانا خدته بقى قبل يعني قبل ثانويه عامه بقى، عشان اللي هو اخلص هنا ودخل على ثانويه عامه اجيب اعلى درجات والدنيا جامده جدا وبتاع. الحمد لله دخلت، نيلت، جبت العيد، نيلت الدنيا، جايب 20 من 36. ده الافريج، يعني الافريج بتاع الناس اللي بتخش الاكت بيجيبوا 20 من 20 ل 22. ماشي. ومعظم الناس اللي في امريكا في مصر بيجيبوا في الغالب 20 22 بعد مذاكره سنه سنتين، بيفضلوا يذاكروا له كتير قوي. انا ذاكرته يعتبر في شهر جبت 20. سيء، انا مش بقول ان ده كويس، سيء. ليه؟ لان يا اسطى انت نسيت، انت هتقدم على منحه، انت طالب من الجامعه ان هي تديك منحه مموله كامله، ف20 دي سيئه وحشه زباله. فبس الحمد لله يعني قررت ان انا هجيب درجه في ثانويه واقدم بثانويه. ولكن كان في واحد صاحبي ده انا لسه فاكره لحد دلوقتي وعمري ما هنساه خالص يعني. كان عنده ثقه رهيبه فيا، ما اعرفش جابها منين. قال لي بقول لك ايه، الامتحان ده كان ب $200، فوقتها الدولار كان ب 15 جنيه. يلا قال لي بقول لك ايه، صاحبي ده في امريكا عموما، قال لي بقول لك انا هدفع لك انا الامتحان وخشه تاني. وانا وقتها ما كانش معايا يعني، وقتها كانت الفلوس كانت فرق جامد وقتها يعني، ودلوقتي فرق بس مش قوي بس الاقصد اللي هو وقتها انا جمعت الفلوس دي وخدت الفلوس من اهلي، وجمعت الفلوس اللي كنت محوشها وما اعرفش مين، وكنت لسه بادئ شغل وكلام كده بجد. كان عك كتير قوي. ونزلت شغل في محل كمبيوتر، ولا نزلت شغل في محل كمبيوتر لواحد صاحبي، حاجه كده عشان اجمع الفلوس وما اعرفش مين. في الاخر بابا وماما ساعدوني ان انا اخش الامتحان ده، وفي الاخر جبت 20 من 36. فصاحبي ده جه قال لي بقول لك ايه، ما تخش تاني بس ذاكر كويس وديها محاوله كمان. طب وال$200 يقول لي انا هدفعهم لك. يا اسطى $200 مش مبلغ صغير حتى على حد قاعد في امريكا. اي نعم اصغر من ان انت تجيب $200 هنا، ولكن برضو $200 مش مبلغ صغير خالص. $200 بجد مش مبلغ صغير. فبس دفع لي الامتحان، وانا الصراحه يعني وقتها انا ذاكرت
يعني المره دي بقى انا خدت الموضوع جد جدا جدا، خدت الموضوع جد جدا. ذاكرت كويس، بدات ان انا احل، كنت بمسك الاسئله اشوف انا غلطت في ايه وعملت ايه، طب ايه الغلط هنا، طب اظبط مع مين كذا 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 كذا. ودرجاتي كانت بدات تبان احسن في البيت والدنيا اتحسنت فعلا. انا كنت شايف ارقام اللي هو انا بدات اجيب مجاميع اعلى شويه، بدات ان انا افهم اسئله اكتر، بدات ان في حاجات اجيبها كومن سنس على طول كده، اللي هو هي كذا تك على طول، ما تفكرش كتير، عدى عليا كتير. ده بنمشي للاسئله دي حلو. الدنيا كلها كانت كويسه، مش احسن حاجه، ولكن كان في دماغي ان انا كنت هجيب مثلا 27 28 لان دي الدرجات بتاعتي في البيت. والصراحه الاكت الاول يعني اول ترايل خدته، الامتحان ده انت ينفع تاخده كل ما اعرفش كام شهر، ما اعرفش ليك كام محاوله او ما اعرفش مين حاجه كده يعني. فانا خدته في شهر 7 وفي خدته في شهر 10 تاني. شهر 10 خدت الموضوع جد. انا قبل كده كنت بستعبط، كنت احيانا بعمل اجابتين للسؤال الصح فيهم بحسبها، دلوقتي لا، كنت ماشي مظبوط. دخلت جبت 22 رفعت في كل ماده درجتين. يعني اللي استوعبته اللي هو اصل ال 22 ده الكومبوزيت اللي هو بتاع كله، اللي هو الافريج بتاع الاربع مواد. انا رفعت درجتين في كل ماده. الماث رفعت درجتين تك تك تك، فواضح ان انا اتحسنت، بس ما اتحسنتش كفايه برضو يعني، لان برضو انا ذاكرت مثلا في شهرين ثلاثه. الامتحان ده الناس بتذاكر له سنين، فكويس ان انا اصلا جبت 22 يعني، حرفيا كويس ان انا جبت 22 يعني، كويس ان انا جبت الافريج بمذاكره كام شهر، فالدنيا مشيت. كان وقتها شهر 10 وتقديم الجامعات يعني هو بيبقى في نص ثانويه، انت بتخلص تقديمك تقريبا شهر 10. في حاجه اسمها early decision، ده بيطلع early decision ده اللي هو انت شايف الجامعه دي احسن اختيار ليك، فانت بتحطها اولويه. فبالتالي الجامعه دي لو جت وجالك جامعات تانية مش مسموح لك ان انت تروح الجامعات التانية، انت حاطط early decision ان انا هروح الجامعه دي احسن جامعه ليه. فلو جات لي انا مش مسموح لي ان انا اروح اي جامعه تانية قدام، ده بتاخد فرصه احسن ان انت تتقبل. فالايرلي ديسيجن ده كان بيطلع شهر 11، وباقي الجامعات اللي هو اسمه ريجولار ديسيجن اللي هو ان انت بتقدم عادي، بقدم على شويه جامعات، ده كان بيطلع في شهر 1. بتقدم عليه في 1 بيطلع في 3، تقدم عليه في 1 بيطلع في 3 النتيجه يعني. فالمهم ان انا عديت على الايرلي ديسيجن، عكيت الدنيا يعني. كان في شويه مقالات كده قشطه يعني، كنت فاكر ان هي جامعه واحده اللي فيها المقالات. كان في مقال اساسي اسمه personal statement، ده اللي هو انا مين اساسا، اللي هو المفروض ان ده المقال الناس تعرفك منه، اللي هو يحاولوا يعرفوا شخصيتك عامله ازاي من المقال ده، فده مهم جدا. وفي مقالات تانية مش فاكر كان اسمه ايه، كان ليهم اسم معين كده، بس اللي هو المقالات الزياده، مقالات زياده لازم تعملها لكل جامعه. انا كنت فاكر ان هي جامعه واحده، فبالتالي ما اشتغلتش على اي المقالات، ما فتحتش اي حاجه. انا مظبط الابلكيشن بتاعي، مظبط كل حاجه، ما قدمتش بالاكت، او يعني كنت مقدم بيه في الجامعات الصغيره اللي هي مش طالبه اكت عالي، فبالنسبه لهم 22 اللي هو قشطه ماشي. بس الجامعات الكبيره كنت مقدم من غير، بحيث اللي هو لا يا شباب انا مش ما خدتش اكت، ما اعرفش حاجه عن الاكت او يعني اللي هو لا انا حابب ان انا اقدم من غير اكت، فتمام قدمت. ويا ريتني ما قدمت، انا قدمت بالظبط على 36 جامعه، 36 جامعه في امريكا. وبعدين اكتشفت بعدين ان كل واحده ليها مقالات، فاضطريت ان انا في شهر 1، انت التقديمات كانت يعني الديدلاينز كانوا من اول شهر 1 لنص شهر 1، معاك 15 يوم كل دول الديدلاينز. فانا طبعا انا كنت مجهز نفسي على اساس ان هو خلاص انا الابلكيشن بتاعي جاهز. اكتشفت ان جوه الابلكيشن كل جامعه طالبه مقالات زياده، ومقالات دسمه، مقالات كبيره تتكلم فيها بجد وتقول ارائك وما اعرفش مين. وانا ما عنديش مشاكل، المقالات كانت حلوه جدا والكلام ده كله، ولكن انا ما كنتش اعرف ان في مقالات كان اسمها supplementary essays، حاجه كده، اللي هو مش فاكر اسمهم ايه، اللي هو المقالات الزياده. انا ما كنتش اعرف ان دولت اساسيين، ما كنتش اعرف ان انا المفروض ان انا اعمل الكلام ده. المشكله كلها ان انت ما كانش معاك جايد، المشكله ان انا ما كانش معايا جايد يقول لي بيحصل كذا 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 تعمل كذا. انا والاربعه اصحابي التانيين احنا كنا بنتفاجئ يعني، وكل واحد كان كويس في حته يعني. انا ما كنتش كويس دراسيا كاوراق، انا ما كنتش كويس دراسيا لان زي ما قلت انا كنت اللي هو فاكس للدراسه، وعلى اساس ان انا كده مش هستخدم ثانويه عامه، فانا كده هعرف انجح لوحدي، انا هعرف اذاكر ليله الامتحان وانجح من غير ما اغش يعني. اللي هو احيانا كنت بغش، بطلت بس يعني انا كنت عموما مش مهتم بالدراسه قوي، وده جه على دماغي. احنا ممكن نغير الالوان عشان زهقان معرفش لسه. بالتالي ثانويه عامه اتعكت، وبعيدا عن ان هي اتعكت، انا زي ما قلت انا كنت مقدم انا واصحابي، انا
كل واحد من صحابي كان كويس في حته، كان كويس في حته ايه. مثلا انا كنت دراسيا مش كويس ولكن عندي خبرات وعندي حاجات اعملها، كنت وقتها لسه بادئ اشتغل فريلانسر والموضوع جايب، وفعلا فعلا فعلا في حاجات بدات ان انا احققها وبتاع، وفي قناه يوتيوب اي نعم مش ملتزم فيها ولكن واضح ان انا في ناس بتتفرج. اظن دي حاجه، مش عارف، ما اعرفش كان في عامل كام حاجه كمان مش فاكر الصراحه. كنت بقدم على براءه اختراع في الوقت ده، كنت مهتم جدا بيه، وعشان ما اهتمتش بيه اكتشفت بعدين ان براءه الاختراع دي اتاخدت. مش بعمل فيها دور الضحيه خالص، انا فضلت مأجل كتير، ففالid مليون في المية. او يمكن هي كانت متاخده من زمان، مش عارف، انا اصلا ما اهتمتش قوي ان انا اركز عليه. كان تسويف، والتسويف وداني في 60 ده. ولكن يعني المهم ان كان كل واحد ليه الباك جراوند بتاعته، وكان في ناس تانية يعني انا شايف من رايي ان المقاله بتاعتهم ما كانتش قويه على قد ما دراستهم كان ما شاء الله، كانوا شاطرين جدا، كانوا شاطرين. اللي هو باين في الاكت اللي هو جايب ارقام الثانويه، جايب ارقام مش ثانويه عامه لان احنا وقتها ما كناش لسه دخلنا ثانويه عامه، ولكن اقصد اللي هو اولى وثانيه ثانوي، لان هم كانوا بياخدوا ثالثه اعدادي اولى ثانوي ثانيه ثانوي كانوا بياخدوهم كلهم. طبعا انا كنت ما شاء الله. فبس يعني كان كل واحد ليه الباك جراوند بتاعته، كل واحد ليه كل جانب حلو وجانب وحش، ما اعرفش مين انا نقطه قوتي هنا نقطه قوتي هنا. بس فانا كلنا دخلنا، كل واحد قدم له على شويه جامعات. انا قدمت لي على 36 جامعه. الماكسيمم بتاع الجامعات كان 20. يعني في حاجه اسمها كومن اب ده بتجمع فيه كل الجامعات اللي انت هتقدم عليها، وبتقدم عليهم مره واحده بابلكيشن واحد اساسي، زائد ان انت بتضطر ان انت تكتب المقالات الزياده اللي انا اكتشفتهم بعدين. طبعا يعني هو الماكسيمم بتاعه كان 20. اكتشفت بقى انا طريقه ثانيه عشان اقدم جامعات اكتر، ومش اي حاجه، ولكن بتضطر ان انت تدفع. يعني مش مثلا خرقت القانون ولا حاجه، ولكن بتضطر ان انت تدفع عشان تعمل حاجات تانية، لان انت كنت بتضطر ان انت تتابع 50 حاجه وتسال الجامعه دي تويف لك ما اعرفش كذا وتويف لك ما اعرفش كذا، اللي هو والنبي ما الابلكيشن ب $60، الابلكيشن ب $60. فانا اعمله ازاي؟ كتير يا صاحبي. يعني لو قدمت على كل جامعه $60 يعني لا مش هينفع. فانا بدات ان انا اعمل شويه حاجات. الكومن اب الابلكيشنز كانت بتتويف لوحدها، اللي هو الفلوس بتاعه الابلكيشن كانت بتتويف، فانت ما بتضطرش تدفع. لو انت محتاج دعم مادي او تقدر ان انت تثبت ان انت ما تقدرش تدفع الفلوس دي، لان هي كانت فلوس كتير قوي. فانا بدات ان انا اعمل يلا بقى برين ستورم. البرين ستورم ده وقتها كان انا دماغي كانت بتفرقع. انا معاك 36 جامعه، انت كل جامعه هتبعت لها الايلتس، والايلتس ده كان حوار تاني اساسا. انا ما دخلتش الايلتس لان انا كنت وقتها كان عندي حاجه بتخليني افضل كح، ارتجاع مريء ايا كان، مش عايز ادخلكم في تفاصيل. ما عرفتش ان انا اخد الايلتس لان انا وقتها كان لسه الموضوع جديد، فانا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، وقاعد عمال كح، فمش عارف اخد الامتحان. لسه موجود بس مش قوي يعني. بس فقدمت على 36 جامعة، وكنت عامل السبورة دي السبورة دي دي سبورة كده كاملة. كنت مسطر بقى وكل جامعة والابليكيشن اتوايب ولا لا، بعت لهم البتاع بتاع الانجليش اللي هو اثبات الانجليش ولا لا، هحتاج اعمل انترفيو ولا لا، المقالات الاساسية مظبوطة ولا لا، محتاج ان انا اعدل على المقالات الاضافية، محتاج ان انا يعني اذكر نقط معينة ولا لا، طب هنا ردوا هنا ما ردوش، طب ابعت لهم تاني، طب ابعت ايميلات كتير قوي، ايميلات كتير جدا. فضلت كده عدى شهر. الشهر ده انا ما كنتش بنام، انا كنت بنام ساعة اصحى اكتب مقالات عشان اسلم اللي بعدها على طول. يعني خلصت الجامعه دي بخش الجامعه اللي بعدها، لا الجامعه دي محتاجه تتحط في الابلكيشن على البتاع اللي بيدفع لان هي اوريدي رخيصه، فنجيب يعني نبدلها بواحد تكون اغلى او ايا كان، فبالتالي تتويف. انا كنت عامل الخطه كبيره جدا، وكنت مقدم على جامعات كتير الصراحه. يعني يمكن انا ما كنتش مستوعب ده لان انا كنت خايف، لان الابلكيشن بتاعي وقتها ما كانش قوي. دراسيا انا كنت مش احسن حاجه زي ما قلت، لان انا كنت بتنقل على عيني بفكس للدراسه، وما كنتش اعرف وقتها ان المنحه هتكون بتطلب ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي، لان دلوقتي انت هم معاهم درجات ثالثه اعدادي اولى ثانوي وثانيه ثانوي، دلوقتي اللي بيحددوا عليها هم عاملين زي GPA زي الجامعه، ولكن طبعا ما عندناش النظام ده. هو عندهم الاربع سنين ثانوي، الموازي ليها هي البدايه من ثالثه اعدادي. فانا ما كنتش اعرف، محدش قال لي، ما كنتش اعرف ازاي الصراحه اجيب معلومه زي دي. اي نعم انا كان المفروض ان انا اركز في الدراسه اولى وثانيه ثانوي وبتاع، ولكن
ما كنتش عارف ان هي مهمه، كنت كده. دخلت البتاع، انا كنت مقدم على جامعات كتير زي ما بقول عشان انا كنت خايف ان انا اترفض، فاللي هو اكيد هقدم على جامعات كتير فاكيد واحده هتيجي. وجي شهر 3. شهر 3 ده كان اسود شهر دخلت عليه. عموما عايزك تحط في دماغك ان كل ده تالتة ثانوي، انا لسه ما بداتش مذاكره. كل ده انا تالتة ثانوي لسه ما بداتش مذاكره، لان انا بجري على اوراق، بعمل ابلكيشنز، بكلم جامعات، ما اعرفش مين. والموضوع كان سحله بنت لذينه، سحله غريبه، سحله مرعبه لحد من انت تتابع مع 36 جامعه في نفس الوقت، وانت بجد حاطط مجهود في كل واحد. مش مجهود كافي لان انت ما كنتش تعرف في حاجات فعلا. يعني في حاجات انا معترف ان انا كنت مهمل فيها، ان هو مثلا ما ذاكرتش، ما اعرفش مين. المفروض ان انا كنت اذاكر من الاول قبل ما اعرفش مين، يعني قبل لما ان انت تكون اوريدي مذاكر، فلما تكتشف ان انت محتاج الدرجات اللي هو قشطه انا كنت مذاكر، فبالتالي معايا درجات تدعمني. دي نقطه انا كنت مهمل فيها. في نقطه تانية انا ما كنتش مهمل فيها، انا ما كنتش اعرف منين. لان انت بتقدم على امريكا زي بجد ما فيش اي فيديوهات، ما فيش اي حاجه تشرح لك تفاصيل. الريسورسز ضعيفه جدا. المصادر الوحيده صحابي اللي في ستيم، لان الناس اللي في ستيم دايما مشهوره ان هم بيقدموا على منح، واحيانا كتير بتكون امريكا. عندهم كده درايفات، يعني درايف كده اللي هو ده بتذاكر منه كذا، ده بتعمل منه كذا، بس برضه ما كانش بالتفاصيل الكبيره، لان هم هناك شويه يعني في ستيم شويه المجتمع عارف يعمل ايه، لان عندهم باك جراوند، عندهم ناس سافروا من البتاع ده. يعني مثلا الجامعه دي فحصل كذا كذا كذا، محتاج تعمل كذا، الجامعه دي ليها هيستوري كويس مع ستيم حلو. اما انت في ثانويه عامه انت عايم، انت ما تعرفش اي حاجه. واحنا الخمسه كنا في ثانويه عامه، وفضلنا كده كل شويه بنكتشف حاجه، كل شويه اكتشف ان انا في مقالات انا لسه ما عملتهاش او المفروض ان انا اعملها، وبالتالي الدنيا اتعكت. ولكن انا لما اكتشفت انا حطيت كميه مجهود، وفي مقالات فعلا انا بجد انا كنت مبسوط قوي وانا بكتبها. في مقالات بجد اللي هو تكتبها كده تحس اللي هو الله ايه الكلام ده، كلام زي الفل. في مقالات تانية كانت زي الزفت، بس في مقالات بجد تعبت فيها، في مقالات بجد اشتغلت عليها كويس قوي. جه شهر 3 وجه اول early decision طلع في شهر 11. اترفضت فيهم، كان جامعه ولا جامعتين كانوا مؤلمين، بس قشطه يعني. في 33 جامعه كمان ولا 34 جامعه. فبس كان كل يوم بيجي لي 5 رابط. الفكره ان انت كل شويه انت بتفتح الويب سايت، وانا كنت وقتها بسجل فيديوهات مش عايز اوريها لكم عشان وحشه قوي. كل شويه انت بتفتح الويب سايت وانت مسجل الفيديو ليك، مستني بقى الرياكشن بتاعك وانت مثلا بتتقبل، اللي هو المره اللي هتتقبل فيها دي. لان في فيديوهات كتير قوي مشهوره للناس اللي بتفتح جامعات، يعني الديسيجنز بتاعت الجامعه في الاخر، ويفضلوا يسجلوا مثلا الدنيا كانت اترفضوا في كذا وكذا وكذا، بس في جامعه اتقبل فيها وتلاقي كده. فانا كنت بسجل عشان اعمل فيديو زي ده، بس اترفضت فيهم كلهم. 36 جامعه. انت كل جامعه انت بتفتح الويب سايت كلك امل ان هي دي وتترفض. ريجكشن. هو انت مش شايفني بقى بس ثانيه واحده؟ ما تفهمش ليه، او في جزء منك فاهم اللي هو انت مش فاهم ليه. في جزئين. الجزء الاول اللي انت كان يمكن لو كنت عارف كان هيبقى ليك تحكم عليه، وهو درجاتك. ولكن كان باقي الابلكيشن كان كويس. المشكله ان باقي الابلكيشن كان كويس، يعني اللي هو انا كنت سيء في الدرجات، ولكن انا كنت في اجزاء تانية في الابلكيشن كانت قويه، كنت مركز عليها ان هي تبان بشكل كويس جدا، وكنت ظابط حاجات بجد كانت حلوه، ولكن ما كانتش حلوه كفايه. 36 جامعه تفتحهم تترفض، تقول اكيد هي الجامعه الجايه، تيجي الجامعه الجايه تترفض، وتترفض تاني وتالت ورابع وانا فاكر وقتها كان في كده جروب على ديسكورد للاجانب اللي بيقدموا، يعني الانترناشونال ستودنتس اللي بيقدموا على امريكا، وكان في زي تشانل كده تشجيع، اللي هو لما حد يترفض بنقول له لا يور تشامبيون، ما تقلقش اللي جاي هتظبط. وكانوا عاملين زي لعبه كده عبيطه اللي هو رانكات اكتر واحد اترفض.
انا كنت واخد اول رانك. البتاع ده ما اعرفش كان فيه 60,000 واحد ولا ما اعرفش مين، مش كلهم بيشاركوا يعني، بس انا على السيرفر ده انا كنت واخد اعلى رانك 33 او 36 رفض. انا حتى انا ناسي انا مرفوض في كام جامعه. انا كنت اعلى رانك، اسمي باين كده رانك كده، فاهم؟ اعلى واحد، اعلى نسبه رفض لاي حد قدم على جامعات امريكا. 36 رفض، 36 رفض من كل الجامعات، جامعات عاليه، جامعات متوسطه، جامعات بلح، كله اترفضت فيهم كلهم. ايه اللي حصل بعدها؟ خلاص انا كنت يعني انا شاكك ان وقتها كان في اكتئاب حقيقي، مش مجرد بس ان انت متضايق، لا انا دخلت فتره اكتئاب. انا ما روحتش للثيرابيست عشان يقول لي انت كان عندك اكتئاب ولا لا، بس انا حاسس، او بعدين حسيت اللي هو انا كان مالي في ايه بعدها بسنه بس، جايين في القصه يعني بس فدخلت فتره غريبه، وكان ناقص دلوقتي في شهر 3 ناقص لك 3 شهور ويبقى هتمتحن ثانويه عامه وانت ما بتعرفش اي حاجه. طبعا ما كنتش بروح اي دروس، ما كنتش بعمل اي حاجه، كنت اعتماد كامل ان انا اكيد هتقبل في جامعه من الجامعات، فبالتالي اكروت ثانويه عامه فاجيب مجموع يعديني، فبالتالي انت بما انك مقبول في جامعه في امريكا فمش بيهتم قوي باخر سنه. بس ما كنتش عارف ان انا ممكن اترفض، ان الاحتماليه بتاعت ان انا اترفض في 36 جامعه موجوده اصلا. احتماليه بعيد، احتماليه غريبه. وفي كل الجامعات، في جامعات انا ما كنتش عايز اقدم عليها عشان شايف ان هي قليله، انا اترفضت فيها. ومره ثانيه انا ما كنتش احسن حاجه دراسيا، ولكن الابلكيشن بتاعي كان كويس في باقي النواحي. ريكومنديشن ليترز حقيقيه، يعني حاجات بجد كانت كويسه. في ريكومنديشن ليترز اي نعم وقتها برضه عشان الناس لسه مش عارفه ازاي تعمل ريكومنديشن ليترز، او ناس مش فاميليير بالفكره ان انا اعمل لك جواب توصيه او ايا كان، فكانوا بيقولوا لي اكتب كذا كذا كذا، وانا كنت بكتبها لنفسي. بس فعليا الشخص ده كان فعلا عايز يقول لي كذا، بس اللي اقصده اللي هو الابلكيشن كان كويس، ما كانش ممتاز كده، ولكن كان كويس ان انا على الاقل اتقبل في جامعه واحده. مره تانية انا مش بقول ان انا مظلوم وبتاع، مش بتكلم على كده، ولكن ده اللي حصل يعني، دي القصه. هل انا مظلوم ولا لا؟ في الغالب لا، انا بس يعني اللي هو عشان الموضوع كان تقيل عليا بس بس فاترفضت في 36 جامعه. دلوقتي انت في شهر 3، انت قدام ان انت معاك 3 شهور وتذاكر. قعدت الصراحه الاخر 3 مش بعمل اي حاجه، بحاول استوعب احنا فين، ايه اللي بيحصل. انا في سنه ضاعت مني، في سنه وكميه فلوس وكميه مجهود وكميه حاجات. فكرة ان هو ما كانش مجرد ابلكيشن، انت كنت بتمتحن حاجات، كنت بتحسن من نفسك حاجات كتير، وتركز ان انت تكتب عن كذا وتعمل كذا، وتشوف ناس بتكتب مقالات وتحاول تحسن من طريقه كتابتك. وانا اتعلمت عموما ازاي اكتب مقالات، اتعلمت بالشكل الصعب قوي ان انا ازاي اكتب مقالات للمستقبل. بقيت اعرف اكتب مقالات كويس قوي، بس يعني وقتها الموضوع كان مرهق جدا ان انت تتعلم من الاول فكره الاكت، لان انا ما كانش عندي اي علم حاجات ثانوي واعدادي، لان انا ما كنتش بذاكر كويس. اضطريت ان انا اذاكر من الاول، وجبت الحاجات اللي كانت ناقصاني وذاكرت كويس، وكنت بجيب درجات كويسه في البيت. انا فعلا كنت بجيب درجات كويسه على امتحانات حقيقيه من غير استعباط زي ما كنت بعمل الاول، اللي هو مثلا ان انا احط اجابتين من غير ما العب في التايمر وادي نفسي تايم زياده او ابقى براحتي في التايم. لا، انا كنت بجيب درجات كويسه بس ما جبتش كده في الاكت. تدبير ربنا عادي. اترفضت خلاص، لازم نتعامل مع الواقع. شهر 4 ده كان عباره عن اللي هو في ايه. انا دلوقتي معايا شهر ونص او شهرين مش فاكر. انا بدات بالظبط يوم 23/4، معرفش ليه اتاخرت برضو كلها. كنت بحاول اجمع اعمل ايه. بحاول كل شويه ابدا اذاكر شويه، احس ان هو لا انا اعيد ثانويه. اصل اعمل ايه يعني في شهر ونص، اصل اعمل ايه في شهرين. دخلت يعني قعدت اذاكر، قعدت احاول انقذ ما يمكن انقاذه. يعني كان في برضو جزء جوايا اللي هو حاسس ان هو اصل بص انت معاك شهرين
حلو، يا هتفضل قاعد مش بتعمل حاجه لان انت اوريدي اترفضت في كل حاجه، فانت خلاص يعني هتفضل قاعد مش بتعمل حاجه عشان تعيد السنه لان انت كده يا عك وربك يفك. حرفيا ممكن نكتبها على توك توك يعني مش عارف. فدخلت يعني قعدت اذاكر بشكل جديد اللي هو ايه، كنت بجيب الدروس لان مدرسين ثانويه عامه كانوا بجد بيشرحوا في وقت طويل قوي وانا ما عنديش الوقت ده خالص، ما فيش الوقت ده. فانا كنت مضطر ان انا جيت كرييتيف شويه، كنت محتاج ان انا اعمل حاجه. ايه الحاجه دي ما اعرفش، بس يعني لازم تتصرف، لازم تجرب. فطلعت بشويه استراتيجي صغننه، حبه من هنا، حبه حاجات نجحت، حبه حاجات باظت. كنت بتفرج على فيديوهات اجانب، يعني اجيب الدرس بتاعي من كتاب المدرسه عادي خالص او الكتاب الخارجي ايا كان، او جايب اجانب بيشرحوا، احاول افهم لان فيديوهاتهم بتكون اسرع، واحيانا مش دايما بس احيانا الشرح بتاعهم بيكون اوضح شويه او بيخشوا في العملي اكتر بدل ما يفضلوا يشرحوا على السبوره. ولو عملت كده وبعدين نجيب العملي، مدرسين ثانويه عامه بجد مرهقين، بحس ان هم بجد بيطولوا حاجات مالهاش اي ستين لازمه. مش عارف يعني. انا كنت علمي رياضه، عملي اديني ارقام يلا. فبس يعني كنت بذاكر مع اجانب، يعني مش مع اجانب بس اللي اقصده فيديوهات اجانب يعني. وكان في حاجات تانية كنت بذاكر فيديوهات مصريين عادي بس مراجعات، كنت بخش مراجعات في فيديو مخصوص للحوار ده بس اكتر تعليمي. يعني حسيت انه ممكن يفيد حد لان الحاجات دي نفعتني شويه ونفعت بشكل فعلي، فقلت يمكن تفيد حد فعملت فيديو يمكن يفيد حد، مش عارف. مش مهم، نرجع لموضوعنا. فالمهم ان انا قعدت اذاكر، اعمل اي حاجه يعني الحق اللي ممكن يتلحق، الحاجات اللي شايف ان هي صعبه ومش هتيجي كتير في الامتحان ارميها، ركز في التاني ان انت تركز ان انت على الاقل اجيب مجموع اي حاجه. ففضلت اذاكر كده، دخلت الامتحانات الحمد لله، عكيت كمنال بستنينه. في مواد كنت بلمها في ليله الامتحان، الداينامكس والالجبرا كنت بلمهم كلهم في ليله الامتحان كلهم. في مواد انا غير فخور بده ولكن غشيت فيها. في مواد تانية سبحان الله لا الدنيا كانت كويسه، انا داخل انا حالل كويس. وفي حاجات ما كانش فيه احتماليه اصلا انت تغش، فبالتالي انت لازم تتعامل. فانا مثلا كان الكالكولس تقريبا التفاضل والتكامل، انا كان معايا التفاضل بس مش معايا التكامل او ما ذاكرتوش كويس، فكنت بعمل ديريفاتيف للاجابات كلها واشوف انهي واحده اللي هتطلع شبه السؤال. كانت بتنفع. والماده دي بجد مش عارف يعني، مش هقول ان انا قفلتها، اكيد ما قفلتهاش، بس انا جبت فيها درجه كويسه يعني عشان انا جايب في الماده دي اللي هو الجبر والتفاضل والتكامل، كانوا بيبقوا ماده واحده اسمها بيور ماثماتكس حاجه كده. فانا جايب 31 او 34 من 60، وانا عارف ان انا ما حلتش حاجه في الالجبرا انا كنت داخل بلح زيرو. فقدام كده معنى كده ان انا كنت حلل كويس في الكالكولس، فمعنى كده ان في حاجات كانت كويسه، والفيزيكس كانت كويسه لسبب ما يعني مش عارف. والعربي كان معقول، كنت بذاكر في لجنه الامتحان. اللي هو استخرج ما اعرفش مين واللي بعده اعرابه ايه، انا اجيب كتاب المفاهيم قاعد في الامتحان اشوف ايه البتاع ده، يا راجل منصوب قشطه ماشي طب يلا. وفي حاجه برضو ودي يعني لازم اعترف بيها، الاكت بجد فادني بشكل مرعب. الاكت انت معاك 75 سؤال في 45 دقيقه، انت بتجري انت بجد ما عندكش اي وقت تعمل اي حاجه، هي تحلها صح يا لا. عندك مقالات طويله جدا، مش مقالات، عندك قطع طويله جدا لازم تقراها، لازم على الاقل تفهم ايه اللي بيحصل. فامتحان 3 ساعات عربي على كم قطعه نصوص ما كانش تحدي قوي يعني. فانا دخلت خلصت النصوص والقراءه بسرعه جدا جدا جدا، كانوا سهلين قوي تك. وقعدت النحو الصراحه ما كنتش مذاكر فيه اي حاجه، فكنت معتمد على الكتاب بتاع المفاهيم لان فيه شرح كان معقول. فانا حرفيا خلصت القراءه والنصوص في نص ساعه كنت مخلص القراءه والنصوص ومتاكد منه. وقدام ده معايا 2.5 ساعة نتفنن في النحو. اللي هو
الكتاب بتاع المفاهيم كان مفيد شويه، اللي هو مثلا كان معرفش يقول لك اسلوب كذا، مش فاكر حاجه في العربي الصراحه، يقول لك اسلوب كذا ده بعد كده لما بيبقى بعده كذا معرفش الاعراب بتاعه بيبقى معرفش مين منصوب حاجه كده. حلو. فهو بيسال في الامتحان اسلوب كذا استخرج اسلوب كذا، فانا بحاول ان انا اشبه اللي هو منصوب يلا. وفي حاجات انا كنت بذاكرها في الامتحان حرفيا انا كنت بذاكر حاجات في الامتحان ونفعت. يعني العربي ما غشيتش اي حاجه، مش جايب درجه عاليه، انا مش جايب درجه عاليه يعني احسن تفتكر مثلا اللي هو ذاكرت في اخر شهر وجبت، لا عادي انا جايب 64% عادي، شيء متوقع، بس يعني على شهر انا كنت مبسوط بيه الصراحه. كان 64 على 66 64 في المواد مشيت كده جبت 64 وكنت عامل حفله لان يعني احنا كنا بنفكر هنا ان احنا نعيد السنه من الاول من الصفر، وانتهى الامر ان انا جبت 64، وانتهى الامر برضو ان انا الحمد لله ما اضطريتش اغش كل حاجه، ما اضطريتش ان انا اغش كتير، فكان في جزء مني لسه يعني فاهم يعني. لا الموضوع ما كانش حلو، انا مش بحب الغش، بس انا ما كنتش قادر اعيد السنه دي بالنسبه لي كانت كابوس. يعني سنه ثانويه عامه بالنسبه لي كانت اللي هو من نهايه تانية ثانوي، دي بالنسبه لي ثانويه عامه including امريكا، including الاكت اللي هو الاي سي تي، including ال 36 رفض. ما كنتش قادر، مش ببرر، عارف ان هو غلط بس ما كنتش قادر. فعديت السنه بشكل ما. من بعد لما عديت ثانويه عامه انا قعدت سنه، عارف انت بطلت تحس باي حاجه، انت ما بقتش تحس او انت حاسس ان في حاجه غلط بس مش عارف ايه هي. يعني انت اترفضت وما اعرفش مين، بس عديت يعني الدنيا مشيت والحمد لله. يعني لقيت جامعه خاصه رخيصه سبحان الله، الجامعه الخاصه الوحيده اللي مجموعي ظبط معاها، قريبه من البيت، بتدي شهاده يعني اجنبيه، بتدي شهاده بريطانيه، ويعني شهاده مصريه معتمده وشهاده بريطانيه معتمده في كذا دوله ورخيصه. والمجموع بتاعي يعني انا فاكر وقتها كانوا بياخدوا من 65، الكمبيوتر ساينس كلها كانت بتاخد من 65، الجامعه دي الوحيده كانت بتاخد من 63، انا كنت جايب 64 ونص. الجامعه الوحيده في مصر اللي كان ينفع اخشها، مش عارف. دخلت الجامعه والجامعه حلوه، الجامعه نظيفه قوي، الجامعه حلوه، الجامعه نظيفه، الناس فيها كويسه، الدكاتره كويسه، الجامعه نفسها المجتمع. مش بحب الناس اللي فيها مش قوي يعني، في ناس لطيفه ولكن مش بحب المجتمع بتاعه. ولكن الجامعه نفسها نظيفه، المنهج نظيف، الدكاتره نظاف، انت مش عايز حاجه تانية. والجامعه نفسها نظيفه كشكل، حتى يعني كشكل هي نظيفه كده، في تكييف في الموضوع. فبس يعني الجامعه كانت كويسه، ما فيش اي مشاكل، بس انت فقدت الاحساس. انت بقالك سنه بتجري مش قادر توقف، عشان لو وقفت انت اساسا وانت بتجري بتكتشف ان في حاجات فايتاك، بالتالي انت مش عارف اصلا يعني اعمل ايه. يعني انا وصلت هنا ازاي، هو ايه اللي بيحصل اساسا. فدخلت كده اولى جامعه كمبيوتر ساينس زي ما كنت عايز، بس انا مشكلتي ما كانتش كمبيوتر ساينس، انا كنت كده كمبيوتر ساينس يا هذاكرها مع نفسي. وعرفت بعدين كمبيوتر ساينس مش سهل ان هي تذاكر مع نفسك قوي، بس يعني ايا كان. فكنت حاطط خطه في دماغي، يا هخش انا اي كليه واذاكر كمبيوتر ساينس مع نفسي، حتى يعني لو عملت مجهود اكتر بكتير، او ان انا اخشها خاص، او ان انا اخشها حكومه، او ان انا اخشها بره. المهم ان انا كده كنت هخش كمبيوتر ساينس الحمد لله. يعني بتدبير ربنا الحمد لله ظبطت، يعني ان انا دخلتها في جامعه كويسه. ولكن مشكلتي ما كانتش كمبيوتر ساينس، انا مشكلتي ان انا من زمان، انا من 2018 وانا عايز ادرس بره، عايز التجربه. يعني انا كل ده عايزه ليه؟ انا كان نفسي في التجربه ان انا ادرس في بلد مش بتاعتي، واعيش مع نفسي وسط ناس مختلفه عني، واشوف انا المايند سيت بتاعتي هتبقى عامله ازاي، انا العقليه بتاعتي هتتغير ازاي، ايه الايجابي اللي هاخده، ايه السلبي اللي هلاحظه وابعد عنه، او ايه انا هبقى ازاي لما ابقى بره. زائد انت بره، مش بقول ان بره جنه لا، انا مش عبيط،
بس اللي اقصده ان بره في احتمالات اكتر، لان انت هنا انت عايش مع ناس كلهم شبهك. لما تعيش مع ناس مختلفة عنك في احتمالات اكبر انك تتفتح، احتمالات اكبر لدماغك ان هي توصل لحاجات انت ما كنتش توصل لها لو كنت في نفس مكانك. انتهى الامر ان انا في جامعة عادية كويسة، بدرس المجال اللي انا عايزه الحمد لله، بس انت مش مستوعب، فاقد الاحساس. فضلت كده، عديت سنة اولى مش حاسس بحاجة، ما بقتش بفرح، ما بقتش بزعل، ما بقتش بعمل اي حاجة بجد. كانت سنة، احنا عموما هنا وصلنا 2022 بدأنا 2018، احنا دلوقتي 2022 فبس وصلت هنا مش مستوعب، مش حاسس بحاجة. السنة عدت وبعدها بدأت اللي هو يعني الدنيا مش وحشة زي ما انا متخيل، مش مشكلة. بدأت ان انا اقوم تاني، الدنيا تمام. بس وقتها انا كنت مرهق جدا، يعني قبل ما السنة دي تعدي وفي وقت الارهاق نفسه. انا كان في شهر واحد وانا في سنة اولى جامعة كان في منحة للمجر شرق اوروبا، منحة لطيفة عادي خالص، المتطلبات بتاعتها مش كبيرة. ايلتس كانوا عايزين ايلتس 5 او 5.5 اللي هو انجلش على الهادي خالص يعني. فخدت ايلتس، وقتها حتى ما ذاكرتش الايلتس لان الاكت خلى الانجليش بتاعي كويس جدا. الاكت بجد فادني بشكل مرعب. دخلت الايلتس ما ذاكرتش اي حاجه، دخلت جبت 6.5 عادي ايش يعني. مش بقول ان هو سهل وبتاع، على قد اللي هو انا بس تعبت في الاكت شويه، فبالتالي فادني في حاجات تانية. فالايلتس بالنسبه لي كان سهل قوي. دخلت الايلتس مش مذاكر، جبت 6.5. من الارهاق انا فضلت ان انا اسوف ارهاق، ان انا فكره ان انا اقدم على منحه تانية. انا كنت بتعب نفسيا، بمعنى ان انا مش قادر اهندل فكره ان انا ممكن اترفض تاني اصلا. الفكره نفسها انا مش قادر. فكنت بسوف في الابليكيشن نفسه لاخر يوم، وانا واخد الايلتس جايب المطلوب مني، مظبط كل حاجه، بس مش مظبط المقالات. كان ناقص لي بس مقاله اللي هي الموتيفيشن ليتر، اللي هو المقاله الاساسيه اللي هو انت بتقدم ليه اصلا يعني، وانت عايز تعمل ايه في حياتك. بس فكان ناقص المقاله دي، ولكن انا فضلت اسوف لاخر يوم من الارهاق، او من فكره ان انا ممكن اترفض تاني. الفكره كانت مسيطره عليا معرفش، تقريبا راح عليا نوم. صحيت سلمت سلمت بعد الديدلاين كان الساعه 3، انا مسلم 3 ودقيقه، فما تسلمتش الابليكيشن، ما اتاخدش اصلا. طب شباب في اي اكسبشن، في اي حاجه؟ طب الابليكيشن خلصان اساسا، انه مخلص مثلا بعدها بدقيقه. لا انت كان عندك وقت كتير. وعندهم حق. مره تانية انا مش بلعب دور الضحيه، انا بتعلم من كل ده، اتعلمت كتير. المنحه دي ما عدتش عليها عشان اترفض فيها اصلا. بعد كده قدمت هجره امريكا. الهجره عشوائيه جدا، فاترفضت عادي. بعد كده قدمت هجره امريكا تاني، اترفضت تاني يعني سنتين ورا بعض. هو احنا في سنه كام؟ انا نسيت. لول احنا في 2024 وانا بجد انا نسيت لوهله، معرفش يعني فبس يعني اخر حاجه بقى، اتعلمت من كل ده وقررت ان انا اقدم على المجر تاني السنه اللي بعدها. انا دلوقتي انا في سنه تانية جامعه، في جامعتي عادي خالص، الدنيا ماشيه كويس. اتعلمت من اخطائي، لسه بذاكر ليله الامتحان بس ما بقتش عبيط، لا بقيت اخد فكره عن الماده فاعرف اذاكر. وكمبيوتر ساينس اكتشفت الحمد لله الجامعه خلتني اعرف ان انا مش سيء، لان انا دايما كنت معتمد على الغش. وحاجه مره تانية انا مش فاضي بيها، ولكن حاجه كانت بتحصل. فانا كنت فاكر دايما ان هو انت واهم نفسك ان انت بتعرف تلم في ليله الامتحان، بس انت معتمد على الغش. لما دخلت الجامعه انا عمري ما غشيتش خالص. كنت واخد يعني حاجه على نفسي كده ان انا مش غش خالص. فاكتشفت ان انا طب ما انا بجيب درجات، بجيب جي بي اي عالي انا بجيب جي بي اي عالي بمذاكره قليله، وانا فاهم مش مجرد
ببصمج او انا فاهم الماده، انا عارف الم الماده في ليله الامتحان واجيب جي بي اي. عارف انت اللحظات بتاعت اللي هو طب ما انت يجي منك. كانت كويسه، كانت كويسه. وقتها انا كنت اوريدي عديت الفتره، يعني سنه اولى جامعه انا ما كنتش شايف قدامي، سنه تانية انا كنت الحمد لله الدنيا كانت بدات تظبط، فسنه تانية الدنيا كانت بدات تظبط وقدمت على كام حاجه. انا ما قدمتش على كام حاجه، قررت ان انا هقدم على المجر تاني، يعني من الاخر من الاخر ما سوفتش، اتاكدت ان كل حاجه مظبوطه جدا. درجاتي في الجامعه تمام، درجاتي في الجامعه كنت محافظ عليها. الابلكيشن بتاعي بقى اقوى بكتير، بقى اقوى بكتير جدا. ليه؟ لان انا اشتغلت في مكان كويس. انا دلوقتي شغال كول سنتر انجلش في شركه يعني مالتي ناشونال، فشركه لطيفه بالانجلش طبعا. ليفل انجلش عالي، حسنت الانجلش بتاعي كتير قوي قوي، اشتغلت على نفسي كتير قوي في الموضوع ده، واتعلمت حاجات كتير. مش مجرد كول سنتر بجد، او مش مجرد كول سنتر ان انت بس انت بتاخد مكالمات، انت بجد بتتعلم كميه حاجات مرعبه ودي، او يمكن انا مركز في تفاصيل بتعلم اكتر. فالمهم ان انا بقى عندي خبرات اكتر. الفريلانسنج كبر معايا جدا الحمد لله. بقى عندي خبرات حياتيه اكتر، اتعلمت حاجات عن نفسي انا اكتر، بقيت اقرا شويه اكتر، بقى عندي شغف في حاجات معينه اكتر. الابلكيشن بتاعي كان مليان، كان مليان ان انا اقدم المره دي وانا واثق في نفسي، وانا واثق في نفسي. انا مش مجرد بقدم على حاجه واللي هو يا رب اتقبل يعني يا مسهل، لا انا كنت بقدم وانا اللي هو لا انا ان شاء الله المره دي هتقبل. الايلتس وقتها كده كده انا كنت واخده من المره اللي فاتت اللي راحت عليا فيها نومه. في الايلتس اوريدي كان معايا، كنت جايب 6.5 وهم كانوا طالبين 5 او 5.5، فانا اوريدي كنت معدي المينيمم بشويه. مش احسن حاجه، كان ممكن ان انا يعني ده خدته السنه اللي فاتت. الانجليش بتاعي وقتها كان كويس بس مش يعني مش عالي قوي. الوقت اللي انا قدمت فيه في المجر اللي هو كان شهر واحد اللي فات، اللي هو 1 2023 1 2024 اللي قدمت فيه. الانجليش بتاعي كان احسن كتير، ممكن تقريبا اجيب 7.5 مرتاح في الغالب. الله اعلم اكتر ولا لا مش عارف يعني الصراحه. فبس المهم يعني انا قدمت بالايلتس، قدمت بشهاده ثانويه عامه لان انا دي مش عارف اهرب منها، ولكن اتاكدت من كل جزء في الابلكيشن تاني. كتبت مقاله بجد كانت محترمه جدا، قصه محترمه جدا 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 عني، عرفت ان انا اكتبها بشكل بروفيشنال جدا، انا فخور بيه. والابلكيشن ده ما كنتش ندمان عن اي حاجه فيه. مخلص الحمد لله قبل الديدلاين ب 15 ساعه، مش زانق نفسي في اخر دقيقه. اي نعم عامله في اخر يوم، ولكن مخلص قبلها ب 15 ساعه. ده انجاز، ده انجاز ونضج عن ايليا بتاع قبل كده. فالمهم ان انا بجد الابلكيشن كنت واخد فيه راحتي تماما، كنت مدي نفسي وقت، كنت كاتب فيه حاجات كويسه جدا، كنت مبسوط وانا بعمله، كنت واثق في نفسي، كنت اتعلمت كتير، كنت عملت حاجات كتير جدا. الابلكيشن راح مفيش اي مشاكل. رحت السفاره بتاعه المجر، سوري مكتب البعثات المصريه في مدينه نصر حاجه كده. المهم يعني بتديهم الابلكيشن بتاعك عشان لازم مصر او اللي هو مكتب البعثات المصريه يرشحك للمنحه. ما ينفعش انت تقدم على المنحه دايركت زي مثلا زي امريكا او المنحه اللي قبل كده، لا لازم تترشح من مكتب البعثات المصريه، يعني مكتب البعثات اللي في بلدك بشكل عام ايا كان يعني البلد. في حالتي مكتب البعثات المصريه لازم تودي له الابلكيشن وبعدين هو يرشحك، بعدين يبداوا بقى يشوفوا الابلكيشن. حلو. فانا دلوقتي بعت البتاع لمكتب البعثات المصريه، الدنيا ماشيه كويس، خدوا الابلكيشن عادي خالص مفيش اي مشاكل. فوديت الابلكيشن بتاعي مكتب البعثات المصريه، قعدت فتره مستني عادي خالص، يعني انا صبور جدا 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 خالص. يعني اي نعم مرفوض في 50 حاجه قبل كده، بس يعني عادي، يعني اللي هو ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل بس فبس يعني الحمد لله اترشحت من مكتب البعثات المصريه، فمعنى كده ان الورق بتاعي راح للمجر، ولا كان هو بيروح فين يعني بيشوف الورق فين. فالمهم ان هو الجامعات اللي في المجر، انا كنت مقدم على جامعتين، الجامعات اللي في المجر هيبداوا يكونسيدروا الابلكيشن بتاعي. they did، يعني شافوا الابلكيشن بتاعي الدنيا كويسه
وبعدين بعدها بفتره طويله شويه، يعني انا ظهر لي نوتيفيكيشن ان انت تم ترشيحك من مكتب البعثات المصريه، فالابلكيشن بتاعك هيروح. فقشطه. بعد كده عملت ايه؟ قالوا لي صباح الفل هنعمل لك انترفيو. عملت انترفيو، كانت ست زي العسل عادي خالص. فضلنا نتكلم وما اعرفش مين هم الانترفيو، الهدف منه ان هم يعني يشوفوا هل انت فعلا بتعرف تتكلم انجلش ولا لا. فانا كان قشطه عادي، يعني لو انت دلوقتي انا شغال كول سنتر انجلش مع امريكان كل يوم، ف يعني بعرف اتكلم انجلش الحمد لله يعني. فبس عملت الانترفيو، الدنيا كانت كويسه مفيش اي مشاكل. كان انترفيو ربع ساعه، قعدنا نرغي شويه. قشطه 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 بس. بعد كده عملت امتحان ماث، او الامتحان الماث كان قبل الانترفيو مش فاكر. الدنيا كانت كويسه، ما اعرفش المينيمم كان 65%، انا كنت جايب 85 او 80، فمعدي المطلوب. فالدنيا كلها ماشيه كويس، وافاجئ ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا اتقبلت، بس مش قوي يعني. اتقبلت في الجامعه، اللي هو الجامعه بعتت لي نوتيفيكيشن اللي هو صباح الخير، احنا بنقول لك بس ان انت معاك المينيمم ريكويرمنتس بتاعه الجامعه، فانت لو بتقدم من غير منحه احنا هنقبلك. حلو، بس ده مش معناه ان انت اتقبلت في المنحه. استنى، انت مقدم على منحه، بس احنا بنقول لك ان دي حاجه يعني لطيفه، يعني نوت كده لطيفه جميله. حلو. فانا دلوقتي كده تم ترشيحي من مكتب البعثات المصريه. عملت لي انترفيو كان كويس. عديت الامتحان بتاع الماث، وكان ماث بس كان ماث، والدنيا كانت كويسه. اتقبلت في الجامعه، او بمعنى اصح اللي هو الجامعه شايفه ان انا مناسب بالنسبه للمتطلبات بتاعتهم. فبس فضلت قاعد بقى مستني كتير لحد من اسبوع او اسبوعين بعتولي صباح الخير، ده السكن، لو يعني قدم على السكن، انت لسه ما تقبلتش في المنحه، ولكن بنقول لك يعني قدم على السكن احتياطي عشان لما تتقبل بس ما تتاخرش، ولو ما تقبلتش مش مشكله، تقدر تلغي السكن عادي. فعادي يعني فضلت قدمت، الدنيا مشيت عادي خالص، وانا كنت مقبول في الجامعتين اللي انا قدمت فيهم. ولكن لسه ناقص المنحه، لسه ناقص قرار المنحه. يا مسهل يا رب. فضلت قاعد كده مستني، مثلا استنيت 3 شهور، شهرين، استنيت شهرين لحد الحمد لله من بالظبط 12 ساعه اترفضت. تاني. بعتلي يقولوا لي في كوتا معينة للناس اللي بناخدهم من مصر، عدد معين. العدد المعين ده انت كنت بره العدد، فما قدرناش ان احنا نديك المنحة. الموضوع كان مش بقول كان، لان هو دلوقتي انا متضايق دلوقتي. انا اصلا عامل الفيديو ده عشان كده، انا كنت عايز اعمل الفيديو ده من زمان، بحيث ان انا كنت حاسس ان انا هتقبل في دي، فيبقى فيديو شوف هو اترفض 42 مرة واتقبل مرة. كانت الفكرة كده في دماغي، بس انا كنتش عارف انها هترفض ال 43 بعد كل ده. دي كانت اقرب واحدة، دي كانت اقرب منحة قدمت فيها، اقرب حاجة ان انا مش ندمان على اي حاجة. انا عامل ابلكيشن بشكل كويس، انا راضي عنه تماما. يمكن في الجزء الوحيد اللي ما كانش عندي تحكم عليه، اللي هو ثانوية عامة، ان دي الدرجة بتاعتي، ولكن قدام ده كنت عامل درجات كويسة في الجامعة، مبين لهم ان لا، انا مستواي الدراسي كويس بقى، كويس. انا اهو مستواي كشغل انا شاطر. الفريلانسنج انا ما بدلتش زي ما انا اترقيت الحمد لله، وابلكيشن محترم. طريقة كتابتي في المقالات اتحسنت بشكل كبير. طريقة تفكيري انا كشخص كبر شوية، اختلفت. فدي كانت اقرب حاجة ان انا تعديت على 3 مراحل القبول، 3-4 مراحل مش عارف، ترشيح، امتحان وانترفيو، قبول مبدئي من الجامعة،
مش عارف، انا بدأت في 2018، احنا في 2024، 2018 19 20 21 22 23 24، 7 سنين. 7 سنين ضاعوا. 7 سنين ضاعوا. مش هقول انهم ضاعوا عشان ما اكونش اللي هو مش بتقدر نعم ربنا او كده، لان انا بقدر نعم ربنا الحمد لله، ولكن انا اتعلمت كتير. ده علمني كتير. فكرة ان انا استحمل 42 رفض، وان انا اقدم على حاجة كمان واحط فيها واقدر ان انا احط فيها مجهود. فكرة ان انا يبقى عندي الوعي الكافي، الله اعلم ان كان عندي اكتئاب ولا لا، بس فكرة ان انا يبقى عندي الوعي الكافي ان انا اعرف اطلع نفسي من فترة انا مش حاببها واقوم تاني وابدأ اشتغل على نفسي، ان كان كدراسة ان كان كشغل بشكل فعلي، وابقى شاطر في الشغل. الحمد لله انا عارف ان انا مبسوط في الشغل، وان انا ابني نفسي بشكل كويس. فكرة ان انا اعمل كل ده اكيد ما كانش هيجي من شخص ما عداش على اي حاجة. انا الرفض، كمية الرفض اللي عديت عليه ده يعني طور مني بشكل كبير، ولكن كنت مستني ان بعد كل ده يمكن هي دي. I guess not, it wasn't. فبس انا بعمل الفيديو ده لان انا متضايق. ممتن جدا لربنا الحمد لله ان انا عرفت ان انا عادي هاخدها، ان انا الحمد لله اتعلمت كتير. لسه مش قادر افهم السبب من تدبير ربنا، ولكن عندي ثقة كبيرة في ربنا الحمد لله. وبس الرقم القياسي بتاعي كبر. 43 رفض. يا لهوي. انا مش عارف اقول ايه. كنت مهيئ نفسي ان انا حياتي كان معمولها بوز اللي هو الشغل مش عارف اعمل فيه ايه، الدنيا ماشيه فيه كويس الحمد لله، وبطلع شغل يعني شويه بطلع، بدات احس ان انا بطلع شويه في الشغل فمبسوط. ده الشغل اللي هو الكول سنتر زائد الشغل بتاعي انا كفريلانسر. فحياتي كانت واقفه اللي هو انا مش عارف طب اكمل ولا انا هضطر ان انا اسافر فالدنيا هتتعك ولا ايه اللي هيحصل. فحياتي كانت واقفه، بس ما كنتش عارف ان انا اترفض تاني. 43 في جامعه تقريبا اتقبلت فيها من وسط الجامعات، بس كان قبول جزئي اللي هو ادوني التويشن فيه اللي هو هنديك فلوس الجامعه، بس في بقى فلوس تانية اللي هو $30,000. يعني انت اكيد هتعرف تصرفهم او هتعرف تتصرف فيهم في السنه. $30,000 في السنه. او 40 بقى انا فاكر. اللي هو يعني لو حالتك الماديه اتغيرت يعني انت مقبول، انت كويس. دي كانت كوليدج في وستر، يعني كانوا كاتبين اللي هو احنا شايفين ان انت كويس للجامعه، وده مش معناه ان انت اتقبلت لان انت ما اتقبلتش، ولكن احنا شايفين ان انت كويس في الجامعه. فلو حالتك الماديه اتغيرت الله اعلم ازاي ورثت $50,000 في السنه، يبقى كلمنا عشان في احتمال يعني اللي هو لا مش معايا $50,000 في السنه. انا ما عنديش اي حاجه تانية اقولها غير ان انا واثق في خطه ربنا ليه. الله اعلم هي فين. انا نعم نفسي افهمها، لسه بحاول افهمها، نفسي بقالي 7 سنين بحاول افهمها، بس انا واثق فيه. الفيديو ده بجد ما فيهوش اي حاجه تخليك مثلا اللي هو حكمه او حاجه، على قد بس ان انا بسجل ده لنفسي. ما اعرفش مين ممكن يوصل. الفيديو طول قوي، ما اعرفش مين ممكن يوصل لحد هنا، بس لو انت وصلت مش عارف انت وصلت ليه. شكرا، بس مش عارف يعني شكرا مقدر، بس مش عارف انت وصلت لهنا ليه. اتمنى ان انت لو اترفضت في يوم تكمل زي ما انا هحاول ان انا اكمل، لان انت بتتعلم كتير من رفض. يمكن ده مش انت مش مستوعبه دلوقتي، بس تستوعبه بعدين. انا كل رفض الصراحه بعدين بستوعب ان انا اتعلمت حاجه ولو بسيطه. يمكن الرفض ده يمكن عشان لسه مرفوض من 12 ساعه، فاكيد مش عارف انا اتعلمت ايه من الرفض ده. ما اعرفش جاي ليه، بس اكيد هتعلم حاجه، اكيد هيفيد في حاجه. ما عنديش ادنى فكره بجد الفيديو ده ايه لازمته. عندي شغل بكره والجو هيكون حلو،
عشان في تكييف في الشغل، والجو دلوقتي تقريبا 45 او 44، فانا بولع. انا مش بعرف يعني اعبر عن ان انا متضايق، فقررت ان انا اجي احكي مع كاميرا. ده كان ايليا امير او ايليا ايا كان. المهم ان الفيديو خلص. مش عارف الصراحه انت استفدت منه حاجه ولا لا، في الغالب لا، وانا قلت لك من الاول ماليش دعوه. يعني كل سنه وانتم طيبين، تقريبا صحابي المسلمين في عيد، فكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد علينا كلنا الايام بخير، ومبروك لاصحابي اللي اتقبلوا. انا بجد فخور بيهم جدا 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 جدا. الفكره ان انا جمعت ناس كتير شجعتهم قوي ان هم يقدموا على منح. معرفش مين، في ناس شاطرين قوي صحابي بحبهم جدا بجد في كل حته في الكوكب، وانا بجد فخور بيهم جدا. اي نعم كان نفسي ان انا اكون معاهم في اي واحده من المنح اللي هم اتقبلوا فيها، ولكن انا واثق في ربنا، وحابب ان انا اقول ان انا فخور بيهم. صحابي اللي في المجر، صحابي اللي في امريكا، صحابي اللي في تنزانيا وبيخلصوا دلوقتي. تنزانيا دي اللي هي كانت TWC، وبجد المنحه حلوه قوي. المهم يعني بجد 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 انا فخور بيكم جدا. كملوا وانا واثق فيكم، واكيد ليا يوم، الله اعلم هو امتى، بس اكيد ليا يوم. وانا بدات ابني نفسي هنا الحمد لله في مصر، بس يعني الحلم بتاعك وانت صغنن وانت عايز تدرس بره عشان تعرف الثقافات التانية، تعرف انت هتبقى عامل ازاي بره، تعرف انت ازاي تتعامل مع ناس مختلفه. انا يعني بدات ان انا اتعامل مع امريكان بس اوفر ذا فون، اللي هو صباح الخير تليفونك بايظ يلا نصلحه. بس لا، محتاج اكتر. الله اعلم بقى بعد كده، هل هسافر دراسه بفلوسي، هل هسافر احوش اقدم على منحه تانية، مش هدرس، او يعني اخلص دراسه وبعدين ادرس ماستر، مش يعني اخلص دراسه واطلع اسافر فسح، او معرفش تطوع، معرفش. انا هسافر امتى مش عارف، دي بتاعت ربنا، بس انا لسه بحاول. اي نعم دلوقتي انا حاسس ان انا على اخري، يعني الموضوع لسه حاصل من شويه، وانا بجد دي كانت اقرب واحده. ليه تخلوني اختار سكن بعتولي سكن، اللي هو اختار السكن ولو تقبلت قشطه، لو ما تقبلتش بلغي السكن ماشي. بس ليه تبعتوه اصلا؟ يعني ليه تبعتولي السكن ان انا خلاص انا اقلمت نفسي؟ والفكره ان انا شفت كميه فيديوهات كتير، وحد اللي هو مثلا بيهمس للناس على يوتيوب، اللي هو علميا لما بيجي لك الايميل اللي هو ان انت عامل المينيمم ريكويرمنتس بتاعت الجامعه، بيقول لك ان هو انت لسه ما اتقبلتش في المنحه، ولكن انت دايما بتتقبل فيها، اللي هو حاجات كده. سبحان الله، انا الوحيد اللي اترفضت. انا الوحيد مش انا الوحيد اكيد، يعني في ناس كتير اترفضت، بس الابلكيشن بتاعي ما كانش وحش، الابلكيشن بتاعي كان حلو، وانا كواحد الحمد لله عندي خبره، عديت على حاجات، الابلكيشن بتاعي كويس. والله يعني يمكن مسكوا في الحاجه الوحيده اللي هي ثانويه عامه، لان هي الوحيده المنيله ب60 نيله في الابلكيشن، ويمكن ده عامل كبير بالنسبه لهم، يمكن الله اعلم. ولكن قالوا لي معلش اصل العدد محدود للناس اللي جايه من مصر، فاحنا معلش انت طلعت 301، هناخد 300، انت 301 ايه يا صعب. فانا خلصت الفيديو، مفيش حاجه تانية الصراحه اقولها غير ان خير وبس كده. مش عارف الصراحه مين اللي وصل هنا في الفيديو، ولكن شكرا ان انت وصلت هنا، وربنا معاك. باي باي.